مرحبا، إن شاء الله تكونون بخير. وصفتنا لهذا اليوم حتكون طريقة عمل خلية النحل بحشوة النوتيلا. حنيجي بالبداية لطريقة تحضير الخميرة. احتاجيت هنا تقريبا نص ملعقة من السكر، وضفت لهم ملعقة من الخمرة الجافة، ومن بعدها نزلت عليهم المي الدافي، وضفت لهم ملعقتين من الطحين. حنمزجهم إلى أن يختلطون، ومن بعدها نتركهم حتى يتفاعلون. أما المواد الجافة فاحتاجيت هنا تقريبا 4 أكواب من الطحين، وضفت لهم ملعقتين من السكر ورشة من الملح، ومن ثم نزلت عليهم ملعقتين من بودرة الحليب وربع ملعقة من البيكنج باودر، وحنمزجهم حتى يختلطون. أما السوائل فضفت هنا تقريبا ربع كوب من الزيت و3 ملاعق من لبن الزبادي وبيضة، ومن ثم مزيج الخميرة، ومن بعدها الحليب. وهنا مقدار الحليب غير محدد، لأنه حيعتمد على الطحين وقدرة امتصاصه للسوائل. حنترك العجينة طرية وتلتصق باليد حتى من بعد تجينا إسفنجية وهشة من الداخل. حناخد جزء من العجينة ونضيف له ملعقة من الكاكاو وشوية من الحليب، ومن بعدها نغطيها ونتركها حتى تختمر. بعد ما اختمرت عندنا العجينة حنحاول نقطعها إلى أجزاء متساوية، حنبدي هسه بحشوة العجين. استخدمت هنا أنا حشوتين، هي النوتيلا وزبدة الفول السوداني، وتقدرون حتى تستخدمون الجبن إذا حبيتوها تكون مالحة.
أما لطلي وجه العجين فاستخدمت هنا بيضة وضفت لها شوية من الحليب والقليل من الفانيلا. ومن ثم رشيتها بالسمسم والحبة السوداء. حندخلها للفرن بدرجة حرارة 180. أما القطر أو الشيرة فاستخدمت هنا تقريبا 1 كوب من السكر ونص كوب من المي، وضفت له القليل من عصير حامض الليمون. بعد ما خرجناها من الفرن هنضيف فوق سطحها القطر. فهذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لهذا اليوم، فأتمنى أن تنال رضاكم. فإذا عجبتكم وصفتنا لهذا اليوم فلا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. نشوفكم على خير.